ليس هناك وقت للراحة. أسود الأطلس عبروا الدور الثاني داخلين على معركة حقيقية واصطدام ناري مع أقوى مجموعة في المونديال. فمن هو خصم المغرب المرتقب في الدور الثاني؟ وحسب مسار قرعة الفيفا للدور الثاني والثلاثون، المتأهلين من مجموعة المغرب للمجموعة الثالثة سيتقابلون مباشرة مع المتأهل المجموعة السادسة، المجموعة التي عرفت خروج تونس مبكرا وتعرف صراعا قويا على مركز الصدارة بين هولندا واليابان. كل السيناريوهات مجنونة وتؤدي إلى نفس الخصوم. يعني لو تصدر المغرب مجموعتها بنسبة كبيرة سيستضيف وصيف المجموعة السادسة، يعني مواجهة نارية ضد الساموراي الياباني، أو معركة بدنية طاحنة ضد الطواحن الهولندية. أما لو تأهلنا في الوصافة فالمواجهة قد تكون ضد المتصدر المرعب للمجموعة السادسة، دائما منتخب اليابان أو منتخب هولندا. ومهما كان اسم الخصم، هولندا، اليابان أو السويد، أسود الأطلس ورجال وهبي أثبتوا منذ مونديال قطر أنهم لا يهابون الكبار وجاهزين لرفع رأس العرب مجددا. وأنتم ما رأيكم؟ من الخصم الأسهل للمغرب في الدور القادم، هولندا أم اليابان؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا.